انا عيني اليمين واخده على خاطرها من هرموناتي. بصوا طالع لها حبايه فين، كيس دوني معفن رخيص فين، شايفين؟ يا صباح الفل، انا ريناد بقالي اسبوع ده انا ساكته والله العظيم ساكته بقى، فاكره حبه هبله كده هرمون معفن كده في جسمي، اثار الجدل جوه كده، فراح مطلعها لي هنا. اطلعي هنا اطلعي هنا. ايه ده ايه ده؟ المكان ده فاكرين ايام زمان ايام المدرسه لما كنت تروح المدرسه كده وانت شبه استاذ حماده هلال في فيلم حلم العمر، كان واخد ضربه هنا كده؟ انا بقيت زيه. امنت للحبايه ورحت الصيدليه قلت لها لو سمحت ايه ده؟ قالت لي لا عادي خدي المرهم ده فيه كورتيزون حطيه 5 ايام وهيبقى زي الفل. جس وات، انا مش حبايه عاديه، انا كيس دوني. هروح اختفي بليزر، انا ما اروحش عادي كده. تقوم ايه بقى رموشي؟ رموشي تطلع دلوقتي، قررت انها تنبت. خليكي مكانك، البيت بيتك، احنا نعدي من خلالك. اتأقلموا مع بعض هما الاثنين وانا بقى اكل اشوف لي ايه حته كده، اشوف هتصرف ازاي بقى في حياتي اللي جايه دي. بس لا، انا بقى هسال طبيب ولا اسالش مجرب، عشان انا مش فاهمه حوار ان اسال مجرب ولا تسالش طبيب. اكيد اللي مطلع المثل ده مصري، كان مكسل بس يروح لدكتور فقال يسال مجرب. وهخفيكي من حياتي. صباح الفل. جيت عند دكتور جلديه، حجزت عند دكتور جلديه اكشلي. الدكتور قال لي لا، الموضوع مالوش علاقه بالجلديه، الموضوع في عينيكي من جوه. افتكرت الحبايه يعني جلديه، قال لي لا هو دخلت في عينك جامد، فحولك على دكتور عيون، روحي وشوفي هيقول لك ايه. الله يسامحك يا مغلباني وراكي. لسه راجعه من عند الدكتور طمني. هو انا كان كل خوفي انها جوه عينيا، قال لي على شويه اجراءات كده اعملها في البيت تودي الحبايه بسرعه، مش هحتاج ان انا افتحها في المستشفى. اول حاجه كتب لي على مرهم اسمه توبرادكس، قال لي هتحطيه مرتين في اليوم وتجيبي فوطه سخنه او قطنه سخنه وتدعكي عينيكي لمده دقيقه، وان شاء الله باذن الله هقدر اوديها في خلال 3 ايام. ممكن تشكروني عشان خاطر انا بديكم معلومات ببلاش، انا بروح ادفع فيها فلوس. كتب لي على مرطب لعينيا، قال لي هحطه 3 مرات في اليوم، يبقى شكله كده انبوبه، احطها في عينيا الاثنين. انا بقيت دكتوره والله العظيم، مش بس بعمل لكم سكان كير، انا كمان بعالجكم. بصراحه انا مش عارفه ليه حكيت لكم على الحوار ده، بس حاسه ان انتوا عيلتي. انا مش شايفه كويس بسبب البتاع، مش عارفه اشكركم ازاي ان انتوا قاعدين بتستمعوا ليا وانا بعالج الحبايه اللي في عينيا. بس ده من اخلاقكم الحميده ومن حبكم ليا. حاسه ان انا مش قادره افور وانا عينيا مطربقه كده. فبحبكم جدا، واي حاجه هتحصل لي هقول لكم عشان تطمنوا عليا، عشان عارفه انتوا بتحبوني جدا. بحبكم في الله. باي.